يا ليلى وصلت على نبي يا ليلى وصلت على نبي اذكر الله وانت ماشي يا ليلى وصلت على نبي ولا تنهي سلام يا ليلى وصلت على نبي بالصحي القلب النشيد يا ليلى وصلت على نبي بذكري شللا يا ليلى وصلت على نبي نموت وننسى. السلام عليكم اخوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب، تكونوا صايمين بخير وعلى خير. هنايا اخوتاتي جيت هنايا نهار عند امي، جيت هي راها دارت كلش، يعني انا راني هنايا جيت عمرت لها غدي يولي، يعني كانت موجده لافاس موجده كلش، انا جيت غير نعمر. اوكي هنايا عاد جيت عندها. المهم هنايا درت شويه فرماج كما راكم شفتوا الطريقه هذه تاع المثلث اللي ما يصدق لهاش هذا المثلث هذا. دير هاد العفسه هذه اللي راها امامها، يعني ديره مثلث وتهزه كي الكورني هكا تعمره، ومن بعد تكمل المثلث نتاعها. وها هي تتحصل على واحد المثلث، واحد الشكل اللي هو رائع ومتحوف في نفس الوقت كما راكي تشوفيه. ونقلعوا هاد الزوائد هادو اللي يكونوا في الجناب. هذا بعد ما كملته هذا الحار درته هكا طويل، درته هكا دي سيجار، وهذاك اللي ماشي حار درته مثلث كما راكم تشوفوا، باش من بعد يبانوا لي وراه الحار وراه اللي ماشي حار. انا هنا بغيت نديرها في الكوشه، بغيتي تقليه قليه اختي الكريمه. هذوك اللي شفتوهم اللي راني نقلعهم انا ما نرميهمش هكا، كل نكون مشعله الفور مشعله باش ندير البورك تاعي. دائما داك الكونتيتي اللي نقلعها نديرها في الفور تتجمر، ومن بعد نفتتها ونخليها في امبواط في الفريجيدار تقعد كما هي، ومن بعد باذن الله ندير بهم البنيون. وهنا كما راكي تشوفي اختي الكريمه راني مذوبه الزبده نتاعي وراني ندهن بها كامل داك الديول هذاك وندخلهم للفور. وها هي المائده نتاع نهار اليوم اللي كانت خفيفه ظريفه. شوفوا هذه لورداف هذه هنايا لورداف، كما راكم تشوفوا فيها سلطه، فيها باربه، فيها روز بيض، زيتون اسود، وفيها لا مايونيز والخل وراكم عارفين الفينيغرات هذه الحلو. وهذاك الجو كنا درنا فيه تشينو البنان، حبه بنان في 2 حبات تشين في الليطره تاع الماء في 3 مغارف تاع السكر. ها هو البوراك تاعي بعد ما طاب، وهنا نمشيو مع بعض التحليه خواتاتي. هنايا عندي نص ايدرون تاع الحليب، في 3 مغارف تاع السكر، في رشه تاع لافاني كما راكم تشوفوا، و3 مغارف تاع المايزينا درتهم على النار حتى عقدوا معايا ها هي حتى عقدت. ومن بعد هنايا كنت مفتته البسكوي اللي عندك ديريه. المهم عندك شاميه قاعده لك هكا ديك الفتات، عندك انا نفضل هذا اللي يكون مقرمش خير. المهم هاد الاخر اذواق.
ودرت هذيك الكريمه فوق داك الكاطو نتاعي. ونمشيو للطبقه الثانيه نتاع الشوكولا اللي هي فيها نص سيدرو تاع الحليب، 3 مغارف تاع المايزينا، 3 مغارف نتاع السكر. وما لقيتش الكاكاو، ولقيت درت انا هاد الشوكولا تاع الحليب هادي، درت مغرف كبيره. وبالخاطرش من بعد غادي نزيدها نص هاد الشيكولا، نقسمتها على زوج وزدتها على الكريمه نتاعي هادي. المهم زدتها هنايا وراني نحرك حتى تذوب كامل غير بحراره الكريمه هذيك. ودرتها كطبقه ثانيه. وهذه الطبقه الثالثه والاخيره راني دايره السكر على جهه كراميليزا. بعد ما تكراميلا درت له مغرف كبيره نتاع الزبده، ونحرك مليح حتى تذوب كامل ديك الزبده، ونزيده دو بون تاع الياغورت. من بعد كي داب هذاك يعني داك الياغورت مع الكراميل تخلط، نزيده شويه تاع الكاوكاو هكا كنت رحيته كيما هكا مهرمش، 3 مغارف ولا 2 مغارف صغار. المهم ونديره كطبقه اخيره. وها هي التحليه تاعي، النتيجه نتاعها النهائيه. شوفوا كيفاش تجي خواتاتي، تجي رائعه، تجي شابه. نتمنىكم تجربوها باسكو تستاهل التجربه. هنا لافاني مع ديك شوكولا مع داك الكاطو مع الكراميل والكاوكاو، ذوق بزاف رائع. هذا الكاس هنا اللي راه في الجنب شاطليه من الكو شوكولا، وهذيك الكريمه تاع الشيكولا والكريمه نتاع الكراميل في زوج درتهم هنايا. وهادو هما الكؤوس تاوعنا ولا لي بيغين تاوعنا. بعد ما كملتهم ندخلهم الفريجيدار يبردوا. هذا الحلويات.